الستات الجدع، وكمان الستات الجدع، الستات الجدع قوي اللي بيقولوا عليها ب100 راجل مع زوجها، اللي ما بتحسسكش بأي مشكلة انك لما بترجع البيت تلاقي الاكل كده سخن وجميل وحلو ومتحضر، ولا بتقولك الواد عمل ولا البت عملت ولا مشكلة هنا ولا مشكلة هناك. ما بترجعش البيت تلاقيها عاملة مشاكل مع الجيران. مش كل كبيرة وصغيرة بتقولك عليها، محسساك كده ان يعني الدنيا ماشية الحمد لله. مش بتصدر لك الا كل الكبير قوي، بس يعني لما يبقى في مشكلة كبيرة قوي فبتضطر تقولك عليها. غير كده هي شايلة وبتحل وبتحاول وماشية مع الأولاد أو ماشية في البيت. تديها الكتير بتمشي بيه، اتزنقت وبتديها القليل بتحاول تمشيها وتجيب من هنا وتدبق من هنا. الستات دي ستات جدعة قوي وب100 راجل، بس اوعى تنسى ان هي ست. اوعى تاخد اللي بتعمله ده فور جراندد كده، حاجة مفروغ منها، حاجة عادية. ما كل الستات بتعمل كده، ما انت كمان بتعمل اللي عليك. اوعى تفكر ان ده العادي والطبيعي وانها مش محتاجة الشكر. اوعى تنسى انها ست وتسيبها شايلة البيت وشايلة الولاد وشايلة المشاكل دي، وعلشان هي شايلة المشاكل من عليك تروح بقى انت ايه تبقى فاضي وتدور على واحدة وتدور على اصحاب تقعد معاهم وتدور على حياة تعيشها، لان انت مش شايل الهم وسايب لها هي الهم. لا، قدر ده كويس قوي، وتأكد ان اللي هي عاملاه ده مش سهل وصعب قوي. وتأكد كمان ان هي رغم كده ست وأنثى، وعايزة الطبطبة وعايزة الدلع وعايزة تتشكر وعايزة تحس ان هي بني ادمة يعني متقدرة. فما تجيش عليها، لان انت يوم ما هتيجي عليها انا اسفة اقولك هتبقى غبي قوي وهتفقد شيء انت مش هتعرف تعوضه تاني ابدا. فلو سمحتوا لما يبقوا معاكم ست ب100 راجل، اعرفوا ان هي ست الستات، وحافظوا عليها قوي وحطوها جوه عيونكم.